السلام عليكم. تصدق إن السمك ممكن يكون هو اللي بيغذي النبات؟ بجد مش بهزار، دي زراعة ذكية. عمركم تخيلتوا إن مساحة صغيرة جدا ممكن تجمع بين زراعة وسمك في نفس الوقت؟ أنا فعلا بعمل كده. الجالون الرواية ده حولته لجنينة صغيرة كاملة، والنظام ده اسمه أكوابونيك. الأكوابونيك بالنسبة لي من أذكى طرق الزراعة، لأنه نظام قائم على التكافل ما بين النبات والسمك. مخلفات السمك وبقايا الأكل بتتحلل عن طريق البكتيريا وتتحول لمغذيات تمتصها النباتات، والنباتات بدورها بتنقي المية وتساعد السمك بيعيش في بيئة صحية. غير كده النظام ده بيوفر 90% من المية، زراعة عضوية 100%، ونمو النباتات أسرع بمرتين من الزراعة العادية. لو الموضوع عجبك خليني أوريك تعمل ده إزاي خطوة بخطوة. أول حاجة بنبدأ بيها جيركن مستعمل. عملت فيه فتحات باستخدام كاوية بعد ما عملت مكان للكوبايات اللي هتكون أسس للنباتات. بعد كده ركبت فلتر بسيط علشان يوفر أكسجين للسمك. أنا هنا بستخدم سمك زينة، ولو مش حابب تستخدم فلتر تقدر تختار سمك أقوى زي القراميط. بعد ما الفلتر بيشتغل نحط السمك في الجيركن. عملت فتحات في كوبايات البلاستيك وحطيت فتيلة من القماش علشان تطلع المية للجذور. مليت الأسس تربة وزرعت بصل، وبكده نظام الأكوابونيك بقى جاهز، بسيط ورخيص وينفع في أي بيت. الميزة هنا إن بيكون عندك محصولين في نفس الوقت، خضار وسمك. تقدر تزرع خس وجرجير وكابوتشي وبصل أو سبانخ، والسمك حسب النظام. لو في فلتر زي ده تقدر تستخدم أنواع كتير، ولو من غير فلتر القراميط أفضل اختيار. بس خلي بالك التوازن مهم جدا، سمك كتير يبوظ المية وقليل قوي يضعف تغذية النبات. ونصيحة مهمة، متستخدمش مية فيها كلور وما تطفيش الفلتر. الأكسجين هو سر الحياة للنبات والسمك. لو حبيت النوع ده من الزراعة وحابين نتعلم مع بعض ازاي نعيش أقرب للطبيعة، اعملوا لايك واشتركوا في القناة، واكتبولي في التعليقات تحبوا تشوفوا ايه الفيديو اللي جاي. دعمكم هو اللي بيخليني أكمل. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.